عارف ان ضغطة واحدة منك على لينك غلط ممكن تنهي مستقبلك او تخسرك كل بياناتك؟ والنهاردة مش جاي اقولك ازاي ده بيحصل، انا جاي اوريك الهاكر بيفكر ازاي. الفيشنج مش مجرد ايميل فيك، ده علم نفسي وتقني متكامل بيلعب على نقط ضعفك. والنهاردة هنشرح من اول ازاي بيصطادوك لحد الادوات اللي بيستخدموها عشان يسرقوا السيشن بتاعتك. وانا طالب سايبر، ويلا بينا نتعلم صح. عشان تفهم يعني ايه فيشنج، تخيل انك فاتح محل وبتحذف سنارة في البحر. انت مش بتستهدف حد بعينه، انت بتبعت ايميل فيه اشعار كاذب بخصم او مشكلة في حساب البنك لآلاف من الناس، ومستني سمكة واحدة تبلع الطعم ده وتدوس على اللينك. ده الفيشنج التقليدي، بيعتمد على كمية الرسائل مش على ذكاء الرسالة. نيجي لنوع تاني من الفيشنج واسمه سبير فيشنج، وهنا بقى الهاكر بيقلب قناص. انا مش بعدف سنارة، انا بدرسك انت شخصيا، بجمع عنك معلومات، بعرف انت شغال فين، مين مديرك، وايه المشاريع اللي انت شغال عليها حاليا، وبعتلك ايميل مستحيل يبان انه فيك. ويستغل الهاكر السوشيال انجينيرينج عشان يخليك تفتح ملف او تضغط على لينك وانت مطمن تماما. تالت نوع الوايلنج، ده زي السبير فيشنج بالظبط بس للمراكز المهمة في الشركة، زي مثلا السي اف او، المدير المالي، او المدير التنفيذي السي او. في الحالة دي الهاكر مش عايز باسورده بس، ده عايز وصول كامل للشبكة او تحويل مبالغ مالية ضخمة. هنا الضغط النفسي هو السلاح. الايميل بيكون فيه ازمة لازم المدير يحلها فورا، والنتيجة بتبقى كوارث مؤسسية. طيب ليه احنا كاثيتيكال هاكرز بنعمل ده؟ هل احنا اشرار مثلا؟ بالعكس، احنا بنعمل محاكاة موك فيشنج ايميلز، نبعت ايميلات شبيهة بالخطر الحقيقي للموظفين جوه الشركة، وبنشوف مين هيضغط على اللينك ومين هيفتح الملف. ومن هنا بنطلع بإحصائيات ونعرف فين الثغرة البشرية في المؤسسة عشان نسدها قبل ما يجي هاكر حقيقي ويستغلها فعلا. طب ليه رغم اننا بنعرف الايميل ده فيشنج بنضغط عليه؟ السر مش في قوة التكنيك، السر في السوشيال انجينيرينج. والهاكر مش بيهاجم جهازك، الهاكر بيهاجم دماغك من خلال 6 مفاتيح نفسية. اول حاجة الخوف. لما يجيلك ايميل حسابك هيتقفل او تم اختراق جهازك، عقلك المنطقي بيطفي فورا، والخوف بيخليك تاخد قرار غلط في ثانية. تاني حاجة السلطة. ايميل من الاي تي ادمنستريتور او مديرك، انت بتنفذ امره من غير ما تفكر، وده اللي الهاكر بيستغله. تالت حاجة الندرة. مثلا اقولك فاضل مكانين بس والعرض هينتهي خلال ساعة، ده بيخليك عندك فومو او خوف من ضياع الفرصة، فبتتصرف بسرعة من غير ما تدقق. رابع حاجة الاستعجال، رد حالا والا هتخسر كذا مثلا يعني. الهاكر بيحطك تحت ضغط وقت عشان يمنعك انك تفكر بعقلك. خامس حاجة الفضول. مثلا ايميل بعنوان سري للغاية او رواتب الموظفين الجدد، الفضول هو اللي بيسحبك تضغط على اللينك. سادس حاجة الثقة. الهاكر بيتقمص شخصية حد بتثق فيه، زي زميلك في الشغل او شركة بتتعامل معاها يوميا، عشان يخلي دفاعاتك تنزل. والاخطر من ده كله هو اللي بنسميه التحيز الادراكي. حتى المحترفين في السايبر سيكيورتي بيقعوا في ده. عندك تحيز الثقة المفرطة، انك مثلا تفتكر انك اذكى من انك تتخدع فبتقلل حذرك. او تحيز التأكيد، انك تكون مستني ايميل من البنك فبيجيلك ايميل فيك بيمثل دور البنك فبتصدقه فورا لان عقلك كان مهيأ لك كده. وعشان تحمي نفسك او عشان تكون هاكر اخلاقي شاطر بيعمل اختبارات، لازم تفهم ان الثغرة الحقيقية مش في السيستم، الثغرة الحقيقية هي الانسان نفسه. لو فهمت ازاي الدماغ بتفكر هتعرف ازاي تصمم ايميل فيشنج يخلي حتى مديرك يقع فيه. وحابب اقولك ان الهاكر مش بيسرق بياناتك بسحر، الهاكر بيخدع عينك. اول حاجة بيعملها هي ال URL masking، بياخد لينك خبيث ويخبيه ورا لينك يبان انه شرعي. او بيستخدموا هوموجراف اتاكس، يعني بيستبدل حرف في اسم الموقع بحرف تاني يشبهه ومستحيل تاخد بالك الا لو دققت جدا. وعشان يخلي الايميل يبان انه جاي من اي تي سبورت او من مديرك مثلا، بيستخدموا ايميل سبوفينج. هما بيعدلوا في الايميل هيدرز عشان لما تفتح الايميل تلاقي اسم الشخص اللي بتثق فيه، بس لو فتحت الرو هيدرز هتلاقي الحقيقة المرة، الايميل جاي من سيرفر تاني خالص ومسار الايميل بيكشف الخدع. نيجي بقى للتقيل كرديشنال هارفستنج.
الهاكر مش بس بيخدعك، ده بيعمل نسخة طبق الأصل من موقع البنك أو موقع الشركة اللي انت بتدخل عليه بنفس اللوجوهات والخطوط، وانت بتدخل بياناتك وبتفتكر انك عملت لوجن، لكن في الحقيقة بياناتك اتبعتت لسيرفر الهاكر وهو عمل لك ريدايركت للموقع الحقيقي. طيب ايه الادوات اللي بيستخدموها؟ عندك اداة زي جو فيش، وده المطبخ اللي بيجهزوا فيه الحملات ويتابعوا منه فتح الايميلات. وعندك ايفل جينكس، يعني اتمنى ان انا اكون نطقته صح، وده اللي بيقدر يكسر الام اف اي او المصادقة الثنائية ويسرق السيشن بتاعتك. وطبعا السوشيال انجينيرنج تول كيت، وده كنز فيه كل ادوات الهجوم اللي ممكن تتخيلها. احنا كبنتسترز ندرس الادوات دي عشان نبني دفاعات اقوى، ولو عرفت ازاي الهاكر بيطبخ هجومه هتعرف ازاي تقفل عليه المطبخ قبل ما يبدأ. نيجي بقى للفرق بين الهاكر العشوائي وبين البين تيستر. الهاكر العشوائي بيبعت ايميل وبيستنى، انما البين تيستر بيعمل كامبين متكاملة عشان تنجح في شغلك. وعشان تنجح في شغلك لازم تمشي على دورة حياة من 5 خطوات، لو وقعت خطوة الكامبين كلها ممكن تفشل. اول حاجة البلاننج سكوبينج، التخطيط والنطاق. اهم خطوة لازم تتفق مع الشركة ايه المسموح تختبره وايه الخط الاحمر، ولازم يكون معاك موافقة قانونية مكتوبة عشان تحمي نفسك. تاني حاجة ريكونسنس، الاستطلاع. هنا بنجمع معلومات مين الموظفين وايه التكنولوجيا اللي بيستخدموها وايه الترندات اللي شغالة عندهم عشان نكتب ايميل يصدقه اذكى مدير في الشركة. تالت حاجة السيناريو والبيلود. هنا بنصمم الطعم، مثلا ايميل تحذيري او فاتورة مستحقة او تحديث سياسات، والهدف مش سرقة البيانات، الهدف هو التعليم وقياس وعي الموظفين. رابع حاجة الاكسبلويتيشن، التنفيذ. هنا بنطلق الحملة، بنشوف في الوقت الحقيقي مين فتح، مين ضغط، مين دخل بياناته، طبعا كل ده في بيئة امنة. خامس حاجة الريبورتنج، التقرير. ودي الزتونة، انت مش بتقدم تقرير فيه اسماء، انت بتقدم تحليل للسلوك وبتطلع توصيات للمؤسسة عشان يقفلوا الثغرات دي. طب ازاي بقى تعرف ان الكامبين بتاعتك دي نجحت؟ عندنا جدول القياس بيبدأ لو الاوبن ريت عالي فالموظفين محتاجين تريننج، لو كليك ريت عدى ال 14% فخطر الفيشنج عندك عالي جدا، والاهم الريبورتنج ريت، لو الموظف اللي ضغط على اللينك بلغ الاي تي فورا ده معناه انه وعيه كويس، وده احسن مؤشر لنجاح دفاعات الشركة. وفي النهاية حابب اقولك اختبار الفيشنج مش عشان تحرج الموظفين، ده عشان تقوي الجدار البشري اللي بيحمي الشركة. لما تفهم تشريح الحملة هتقدر تبني دفاعات قوية لأي مؤسسة. وتأكيدا لفهمك على الجزئية دي جاوب على السؤال ده في الكومنتس وهرد عليك بالإجابة الصحيحة. وزي ما شفت الفيشنج هو صراع على الوعي قبل ما يكون صراع على الكود. عرفنا الفرق بين السبير والوايلنج، وفهمنا ايه اللي بيخلينا نضغط على اللينك اصلا، ودي كانت الخريطة اللي هتمشي عليها. بس الكلام النظري لوحده مش كفاية، وعشان كده الفيديو الجاي وهو الأهم هنطبق اتاك عملي كامل على الفيشنج، وهنشوف ازاي بنصمم الطعم وازاي بنستقبل البيانات، وكل ده طبعا في بيئة معزولة وقانونية تماما. لو مش عايز يفوتك الاتاك العملي اتأكد انك عامل سبسكرايب ومفعل زر الجرس، وشارك الفيديو ده لكل زمايلك في حسابات عشان يحموا نفسهم. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. كان معاكم طالب سايبر، ويلا بينا نتعلم صح.